بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المزمور 63 بيبدأ الصبح بعطش وجوع شديد إلى الله. بيقول: يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. في أرض مقفرة وموضع بلا ماء، هكذا ترأيت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. ففي المزمور جوع وعطش إلى الله، بيوصف إن الأرض ناشفة وعطشانة جدا ومحتاجة إلى الله. إيه الحكاية؟ الحكاية إن ربنا خلق الإنسان باحتياجات كتيرة نفسية وجسدية وروحية. طالما الاحتياج هو من صنع الله في الإنسان، إذن الاحتياج شيء جميل وشيء مقدس وكمان شيء ضروري. الإنسان يخرج خارج ذاته، يبقى قادر على عمل علاقة مع الله وكمان مع نفسه ومع الآخرين، عشان يعرف ينمو ويسدد هذه الاحتياجات بشكل صحي وشكل سوي تساعد على نمو الإنسان وكبرانه. الإنسان في جنة عدن كان مسدد احتياجه بالكامل، إنه كان متصل بالله ومنتمي ليه، فحاسس هويته في المسيح موجودة، هويته في الله كاملة، هو صورة الله ومثاله، هو صديقه. كان قادر على الإنجاز لأنه بيقود الخليقة، بيسميها باسمائها، عنده سلطان، بيفلح الجنة ويزرعها وبيتعامل مع الحيوانات، وهو سيد هذه الخليقة. فهو منتمي لله، وهو قادر على إنجاز ترتيب الخليقة وتنسيق الجنة وإصلاح الزراعات اللي فيها والتعامل مع الحيوانات وتصنيفها وتسميتها. المهمة اللي ربنا اداها له هو كان بيشتغلها بقوة. كمان كان قادر على قبول نفسه والتناسق الكامل مع نفسه. حتى ربنا لما خلق حواء آدم أحبها وقال: عظم من عظمي ولحم من لحمي، وفرح بيها، أو كان العلاقة في قمة التناسق والتكامل، وكان الاحتياج في جنة عدن مسدد بالكامل وما كانش فيه مشكلة عند الإنسان. احنا قلنا في تعريف بسيط كده: الاحتياج حاجة لما ينقص تسديدها بيشعر الإنسان بعدم راحة وتوتر وقلق وضيق. لكن في فرق بين الاحتياجات والرغبات، والإنسان بيبقى جواه بير من الاحتياجات والرغبات. أنا محتاج تغذية سليمة، ده احتياج. عاوز آكل أكل لذيذ، دي رغبة. فليست كل رغبة احتياج، ربما الرغبة شهوة مفرطة أو مبالغ فيها أو زائدة عن الحد، وتسديدها أو الخضوع ليها قد يضر نفس الإنسان وقد يضر الإنسان كله. ولكن الاحتياج، جسم محتاج بوتاسيوم، محتاج كالسيوم، لازم أخد لبن، أخد جبنة، أكل سمك عشان أخد بروتين وأخد فوسفور وأخد كالسيوم، ده احتياج. لكن نفسي أكل الأكل بطريقة معينة، دي قد تكون رغبة. ففي فرق كبير بين الرغبة وبين الاحتياج. علاقتنا بالاحتياج ايه؟ اولا نعترف بوجود هذا الاحتياج، ثانيا قادرين على التعبير عنه، ثالثا قادرين على ضبطه والتحكم فيه ومش هو اللي بيسيطر علينا. كمان عشان نتعامل معاه بشكل صحي قادرين على تأجيل تسديد الاحتياج إلى وقت مناسب. كمان بعض المرات لما ننمو أقدر أتنازل عن بعض الاحتياجات لأجل الآخرين، أو لأجل عدم توافرها، أو لأجل قبول تجربة في حياتي وظروف الحياة لا تسمح بتسديد هذا الاحتياج. فبيكون عندي نوع من النمو والنضوج، أحتمل غياب ونقص وعدم تسديد بعض الاحتياجات لأجل النمو، لأجل الروحانية، لأجل الآخرين، عشان خدمتهم. زي ما أكون محتاج للراحة وأقرر أسهر شوية في خدمة غيري، زي ما أكون محتاج لشيء لنفسي وأقدر أفضل نفسي عن غيري وأديله الحاجة دي، أسدد احتياجه وأبقى فرحان إن قدرت أساعد حد، ويبقى في إثار عملت له تفضيل حتى على نفسي. الطفل بسهولة يميز احتياجه، بسهولة يعبر عنه ويعترف عنه، لكن ما عندوش سهولة في التحكم في تسديد الاحتياج. ما يقدرش يأجل، ما يقدرش يدرك ويراعي احتياجات الآخرين. فلما لاقي شخص بالغ وكبير وعنده هذه الطفولة الوجدانية يسرع في طلب احتياجاته، غير قادر على الصبر على تسديد الاحتياج، لا يدرك احتياجات الآخرين ولا يقدرها، طالما بتصطدم باحتياجه بيبقى الإنسان ده لسه في مرحلة طفولة وجدانية، غير متحكم في احتياجه، غير قادر على تأجيل تسديده. ولما عملوا اختبار سموه اختبار المارشميلو، ان جابوا أطفال في مدرسة في سن معين وادوهم قطعة من الحلوى وقالوا لهم اللي هيقدر يأجل ما ياكلهاش دلوقتي بعد شوية هنديله قطعتين، واللي هيخليها لآخر اليوم مش هياكلها في البريك هياخد 3 قطع بدلها. فلقوا في أطفال أسرعوا وأكلوها دلوقتي ومش عايز قطعتين، وفي اللي استنى لغاية البريك وأخد قطعتين، وفي اللي استنى لآخر اليوم أخد 3 قطع. لما رصدوا النتائج النهائية في درجاتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي وقدرتهم على التوافق والانسجام والعلاقات مع الزمايل، لقوا إن الأطفال والطلبة
اللي كانوا قادرين أكثر على تأجيل رغبتهم في تسديد احتياجهم أو رغبتهم في أكل الحلوى هم الأكثر تفوقا والأكثر نجاحا والأكثر كفاءة في التعاملات الاجتماعية مع الآخرين. يبقى جزء ينضجنا هو القدرة على تأجيل تسديد الاحتياج والقدرة على إدارة هذا الاحتياج والتحكم فيه. فأنا بعترف بالاحتياج، بعبر عنه، بحترم وجوده، براعي الآخرين في تسديد احتياجاتي وما اصطدمش باحتياجاتهم هم الشخصية، بيكون عندي حدود في التعامل مع هذا الاحتياج، بميز بين الرغبات الرديئة والاحتياجات الأصيلة اللي ربنا حطها فيا عشان تنميني. التغذية احتياج ولكن الطعام اللذيذ ليس احتياج، الراحة احتياج ولكن الكسل والإفراط في النوم والتراخي ليس احتياج، الغرائز الطبيعية الموجودة فينا واستخدامها في محلها وموضعها احتياج ولكن إدمانها والإفراط فيها رغبة وليست احتياج. فعايزين الأول نميز بين التطرف في والمبالغة في وضع رغبات عالية واعتقاد انها احتياجاتي وبين الاحتياج الاصيل الحقيقي اللي هو تسديده صحي واشباعه بينميني. ارميا النبي بيوصف نوع من الناس دوروا على احتياجهم بعيد من الله. قال شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع الماء الحي، سابوا انا مصدر تسديد كل احتياج، لينقروا لانفسهم ابارا مشققة لا تضبط ماء. الشر الاول سابوا ربنا، والشر الثاني دوروا على احتياجهم ايه؟ بعيد مني، والابار بتاعتهم جافه وغير مرويه ومش بتطلع ميه. والانسان لما سقط وانفصل عن الله وحب يشبع احتياجه بالمعرفه المنفصله بمشوره ابليس والحيه في جنه عدن، كان عمل الشرين دول، انفصل عن الله واعتمد على نفسه وعلى خبره خارجيه لتسديد احتياجه للحكمه والمعرفه ومعادله ومساواه الله. والحقيقة ده ما كانش احتياج حقيقي، كان محتاج ينتمي لله ويخضع ليه وينمو في معرفته، ما كانش محتاج ينفصل ويبعد ويستقل ويعصى ويتمرد على الله. فالعصيان والتمرد ما كانش احتياج، ولكن الانتماء والخضوع كان احتياج للإنسان. فهنا حصل ارتباك، ما عرفش يميز احتياجه، ما عرفش يقدره صح، والرغبة اعتقد الشيطان دخله ان ده احتياج عندك انك تبقى حكيم زي الله وقوي زي الله. في مهارة جميلة، مهارة الاتزان في إدارة الاحتياج، ودي مهارة الناضجين اللي بيقدروا يحكموا ويديروا احتياجاتهم بشكل صحيح. احتياجات الجسد سهل أوي نميزها، العطش بينادوا يصرخ يقول أنا عطشان، والجوع هكذا، والنوم الإنسان دماغه بتنزل وعينيه بتغمض وبتقول له أنت عايز تنام، فيسهل تمييزها ويسهل تسديدها. أما الاحتياجات النفسية أحيانا تبقى خفية وغامضة ومش واضحة، وصاحبها نفسه مش مميز ومش عارف ايه الاحتياج اللي عنده اللي هو بيصارع معاه ويعمل سلوكيات بتتعبه وتتعب اللي حواليه وتطرحه في شقاء وعلاقات مدمرة، وفي الغالب هي احتياج غير مسدد، هو مش عارف يكتشفه ولا يعبر عنه ولا يسدده بشكل صحي. من اشهر الناس اللي اتكلموا على الاحتياجات النفسية العالم مازلو في منتصف القرن الماضي حوالي 1943. وسيلة الايضاح اللي استخدمها ان راسهم في هرم، وقال تسديد الاحتياج الادنى يسبق الاعلى منه. دون تسديد الاحتياجات الجسدية، مأكل وملبس وطعام وشراب، مش هقدر ادور على الاحتياج للامان والانتماء، ولو ما سددتش الامان والانتماء مش هدور على الحب، مش هقدر، لازم يكون عندي امان عشان ادور على الحب والعلاقات والتقدير، ولو ما سددتش الحب والامان مع بعض مش هدور على الانجاز وتحقيق الذات، ودول كلهم لو مش موجودين هدور فين؟ على المعنى والمطلق واللانهائي والعلاقه مع الله. فهذه الاحتياجات مع بعض مجمعه مقدره محترمه، صنع الله في الانسان، نقدر نعرفها ونعبر عنها ونديرها ونتوازن في التعامل معها. الاحتياجات النفسية طالع لها تفصيلات كتيرة قوي، في احتياج للمساندة، للاحترام، للمرح، للاستمتاع، للتقدير، أني أتشاف، للإعجاب. فجوه الاحتياجات الكبيرة كان في تفصيل احتياجات كتيرة صغيرة أو منتمية للحزم الكبيرة بتاعت الاحتياجات، يطلعوا حوالي 20 احتياج تقريبا. العلماء رصدوهم وسموهم بأسمائهم المختلفة. فالانبهار، اللذة، المرح، الاستمتاع، الاستماع، التفاهم، المساندة، المرافقة، الصحبة، المعية، كل دي احتياجات أصيلة وحقيقية وكويسة انها توجد في حياة الانسان وتسدد بشكل صحي عشان الانسان ينمو. لان الانسان جوه المجموعة بتاعة القبول يشعر بالامان فيجي الانتماء. طب لو مفيش المجموعة بتاعة الامان دي صعب ينتمي لمين؟ محتاج امان وعلاقات صحية آمنة تقدر تحترمه وتقبله وتحبه، وسطهم يقدر ينتمي. فأحيانا عشان أسدد احتياجاتي محتاج للآخرين علاقة صحية مع نفسي، علاقة صحية مع الله، علاقة روحية وصحية عشان أقدر أسدد الاحتياجات بتاعتي بشكل
صحي ينميني، مش بشكل مرضي يمرضني ويطرحني في البؤس والشقاء. بعد السقوط آدم ابتدى يشعر بالخزي، يشعر بالرفض، يشعر بالعار. مشاعر بتاعته للراحة والسلام والأمان والانتماء ابتدت تتلخبط. عشان كده كان القصة صعبة، وكان مضطر يخرج خارج الفردوس، لأنه بالحالة اللي هو فيها دي ما كانش مناسب للحياة الفردوسية ولا للخلود. الحب والتقدير لما بيتسدد الإنسان بيشعر بالقيمة. يعني ساعات نظرة الآخرين ليا تحدد قيمتي في عين نفسي وتكون صورة ذاتية إيجابية عن نفسي. أنا بحتاج الآخرين يبصوا لي بمرح وإعجاب ويبتسموا في وشي ويهتموا بيا ويقدروني، عشان أنا أقدر أحب نفسي وأقدر أقبلها، لأن قبولهم ساعات بيرسم صورة في عيني كطفل وأنا صغير ما أقدرش أسدد احتياجاتي بنفسي، محتاج الآخرين، وخصوصا الآخرين المهمين، أسر المنشأ والمربين الأوائل في حياتي بيدوني صورة عن نفسي أنا دوب بلونها أو أكبرها أو أصلحها أو أنميها. لكن أنا محتاج للنظرة دي، أو محتاج للآخرين المهمين في حياتي يرسموا لي الصورة دي ويأكدوا لي عليها. يعني الآخرون ببساطة، الطفل بيتولد عنده خزان فارغ، محتاج آباء خزانهم مليان، هقول بالقدر الكافي، محدش خزانه مليان تمام 100%، عشان يقدروا يملوا خزان الحب بتاع أولادهم برضو بقدر كافي. مش هيعرفوا يملوا 100%، محدش متسدد احتياجه 100% ولا يعرف يسدد احتياج آخرين بنسبة 100%. لكن عايزين يعني يكون آباء جيدين كفاية، مليانين كفاية، مش مليانين، مفيش الحد المثالي ولكن في الحد الكافي يعني. فهكذا كفايتي أنا وكفايتهم هم، ده درجة معقولة ولكن ليست درجة مثالية. مش موجود الإنسان الكامل غير ربنا يسوع المسيح، في أيام تجسده كان الإنسان الكامل اللي فيه كل الكمالات الإلهية وقادر على كل شيء. لكن كل بشر فينا بعد السقوط، محدش كامل ولا حد خزانه مليان للآخر. واحد من العلماء اتكلم عن النمو النفسي الاجتماعي وهو إريك إريكسون، وليه نظرية مشهورة، نظرية النمو النفسي الاجتماعي. اتكلم برضو عن أن كل مرحلة عمرية لها احتياج أساسي. مثلا في الرضاعة في احتياج أساسي للثقة والأمان. لما تبص للطفل في عينيه وتبتسم وتهدهده وتلعبه وتلاغيه وهي بترضعه، بتقول له أنت غالي، أنت مهم، أنت محبوب، تتناغم مع مشاعره مع آلامه مع أفراحه، بيكون صورة ثقة أساسية في نفسه، يثق في نفسه ويقبل نفسه لما يلاقي الأم حاضرة ومنتبهة ومهتمة ومتناغمة وجدانيا معاه. فالاحتياج الأساسي في المرحلة دي الثقة في النفس والشعور بالأمان. فلو ملى الاحتياج ده يدخل على المرحلة اللي بعدها، يقدر يستقل، ينفصل عن الأم، يكون عنده خصوصية، يبعد كم خطوة منها، يعمل حاجة بنفسه، لأنه كون هوية أمينة، أنا محبوب، أنا حلو، العالم بيحبني، الناس اللي حواليا بيسددوا احتياج الحياة، قادرة أن تعطيني ما أحتاج، فأنا أقدر أطلع وانفصل واستقل واستكشف الحياة. ما عنديش الأمان ده، مش هقدر أطلع أكون عندي روح المبادرة وروح الاستقلال وروح الاستكشاف. عملت دول أقدر أكون هوية أمينة عن نفسي في مرحلة، أو أقدر أثابر على الإنجاز في مرحلة الطفولة المبكرة وابتدائي، قدرت أثابر كويس. أجي في مرحلة المراهقة عندي أسئلة وجودية، أنا مين؟ أسوأ إيه مستقبلي؟ هروح إزاي في الحياة؟ أكون هويتي الصحية عن جنسي ونوعي، أنا بقبل نفسي كولد أو بقبل نفسي كبنت، عندي أمان في هويتي النوعية، أنا نوعي إيه، عندي أمان فأنا مين موجود في الحياة. فأنا ببقى قادر على بناء هوية صحية والانطلاق لعلاقات حميمة ودافئة، وأقدر في مرحلة الزواج وتكوين الأسرة الانتماء والالتصاق بالآخر والقدرة على معايشة شخص آخر في علاقة عميقة. لما أقدر أعمل ده وأوصل لسن كبير شوية 40 مثلا، أو ابتدأ أربي أولاد، هيبقى عندي حاجة اسمها عطاء الأجيال القادمة وتسليم الحكمة والخبرة. يقدر بعد كده يدخل الشيخوخة هو راضي عن حياته السابقة. وده باختصار نظرية النمو النفسي الاجتماعي لإريكسون، إن كل مرحلة عمرية لها احتياج معين يحتاج إلى تسديد في وقته وفي حينه عشان الإنسان يتكامل ويحدث عنده في آخر العمر تكامل الأنا. وزي ما بيقول بولس الرسول، جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر. يعني أنا راضي جدا عن حياتي السابقة، راضي عن عملي، راضي عن جهادي، راضي عما خدمت به البشرية والكنيسة وما خدمت به ربنا يسوع المسيح. ولكن خلينا قدام حقيقتين لازم نقر بيهم: محدودية الأهل وعدم قدرتهم على تسديد كل احتياجات، كمان تغاير احتياجات الإنسان ساعات يبقى عنده احتياجين متعارضين. قصة لطيفة كنت سمعتها عن أحد المربين، ابنه وصل لسن المراهقة فابتدى بيلعب لعبة بيسبول، لعبة قوية عنيفة ولعبة شباب. في السن ده الأولاد بيعتبروا اللي أهله بيشرفوا عليه ولد كتكوت
ولد مش ناضج، ولد مش مستقل، بيعايروه. فطلب من والده انه ما تحضرش التدريب، ما تجيش معايا، ما تبصش عليا، ما تشوفنيش وانا بلعب، خلاص انا كبرت عنك تشجعني، مش محتاج تسقف لي وتهيص لي، مش محتاج تقول لي كلام، انا كبير، بدل ما اصحابي ايه يضحكوا عليا. ففي يوم من الايام بعد تدريب حلو والولد لعب حلو، روح البيت والده قال له انت لعبت هايل النهارده. الولد غضب جدا ورزع البابا وراه ودخله الاوضه، وبعد ما كلمه قال له زعلت ليه؟ قال له انت مش قلت لك انت ما تشوفنيش؟ ايه اللي جابك؟ قال له انا اصل قابلت المدرب. الولد سأل المدرب قال له لا انا ما قابلتوش. بعدين لما بيحاسب والده على القصه قال له انا كنت مستخبي ورا سور الشجر اللي بره الملعب وشفتك من فتحه صغيره تحت من غير ما حد يشوفني. الولد شعر بشعورين متضاربين، انا محتاج بابا يشوفني ويعجب بيا، ولكن محتاج للاستقلال والبعد وعدم الاتصال. فاستطاع هذا الاب الشاطر انه يتناغم في اللحظه دي مع احتياجين متعارضين، الاحتياج للاستقلال والانفصال والخصوصيه مع الاحتياج انه يبقى متشاف ومرئي والاعجاب وبابا معجب بيا والتشجيع اني شافني لعبت لعب كويس واديت اداء كويس في هذا اليوم. طب احنا وسط التعارض الشديد مع الاحتياجات، في انسان يقدر في كل حين يتناغم مع تقلبات المزاجيه بتوع ولاده، وخصوصا لو في سن المراهقه، هقول نقبل حقيقه عدم كفايه الاخرين والاهل لاشباع احتياجاتنا. عشان كده مش هنتورط في علاقات اعتماديه وننتظر من الاخرين ان هم مسؤولين عن تسديد احتياجاتي بالكامل، والا انا ابقى في جوع واظل في احتياج للاخرين. دي حقيقه لازم نقبلها لئلا ننطرح في الاعتماديه ونضيع نفسنا فيها ونفشل في تسديد احتياجاتنا. واحد مشهور في المشهور اسمه لاري كراد قال يعني أكثر الزوجات قبولا وحبا لزوجها غير قادرة على تسديد احتياجه للمعنى والقيمة. أشد الأزواج حبا في زوجته غير قادر على تسديد احتياجها للحب والقبول والانتماء. فبالتالي الإنسان لو ولع صوابعه العشر الشمع مش هيقدر يشبع حد بالدرجة الكافية للحد ده. لذلك الإنسان وحده غير كافي، ما ينفعش اعتمد، وإن كان الآخرون بدرجة ما بيساعدوني في إشباع بعض الاحتياجات، بس ما بقوش المصدر الوحيد والمصدر الأساسي والمصدر الأصلي. لذلك أنا لازم أشبع احتياجات نفسي بعلاقة صحية مع نفسي، والجزء الأعمق والأكبر والأغنى، الفراغ الذي لا يستطيع أحد أن يملأه، ده يملأ ربنا وبعلاقتنا الشخصية مع الله. زي ما يقول بولس الرسول إلهي يملأ كل احتياجكم حسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ربنا هيسدد كل احتياج حسب غناه هو، حسب قدرته هو، لأن احتياجنا أكبر من أن يشبعه إنسان. عشان كده في نفس الإصحاح يقول لا تهتموا في شيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء لتعلم طلباتكم لدى الله، وإلهي أمين أن هو يسدد كل احتياجاتكم حسب غناه في المجد في المسيح يسوع. فالعلاقة الشخصية مع الله في المخدع، قبول الله لينا، خلقتنا على صورته ومثاله، موته عشاننا، والقيمة العظيمة اللي اداها لنا في حبه في ضوء على الصليب، بتقدر تشبع احتياج الإنسان للأمان، للحب، للقبول، للانتماء، للعطاء، للقيمة، للإطمئنان، لكل حاجة إنه ربنا شايفه وبيحبه وباصص عليه باهتمام، بيرعاه، مفتح عينه عليه كل لحظة وطول الوقت. ربنا لا يمكن ينام ولا يمكن يغفل ولا يمكن ينسى الإنسان. علاقته أب وعريس وصديق وأخ. قال من له العروس فهو العريس، وقال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وفي نشيد يقول لها أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، ولها كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. تخيلوا ربنا بيقول للنفس انت جميلة قوي. طب أنا مين يقول لي كده؟ يقول لها قومي استنيري، قومي نوري. أنا أعتقد لو جوز قال لزوجته الكلمتين دول هيغمى عليها، يعني قومي واستنيري، ويقول لها الكلام ده، مين يتحمل الكلام الحب العالي اللي ربنا بيقوله لينا؟ فاحنا لو ما اقتبلناش هذا الحب من هذا الإله وندور على حب ضعيف ورخيص وناقص جدا من البشر، ونعتقد ان البشر لازم يسددوا احتياجاتنا، هيبقى دخلنا في حتة غلط. وإن كان هم بيساهموا لكن مش هم الأساس في تسديد هذا الاحتياج. الشخص الأهم من الآخرين بعد ربنا هو أنا نفسي، علاقتي بنفسي صحية، في قبول للذات، في حب لنفسي، في علاقة حافزية بشجع نفسي وادعمها، بطبطب عليها، ولا في الوقت اللي بطلب من الآخرين يحترموني أنا جوايا بجلد نفسي، أقول لهم يعاملوني كويس وأنا بشتم نفسي، أطلب منهم تقديري وعدم إيذائي في الوقت اللي أنا بسب والعن نفسي وأوصفها بأوحش الألفاظ
وربما بعملها معاملة سيئة جدا. فأنا لو ما كانش علاقتي بنفسي صحية مش هقدر أسدد احتياجي للقيمة والحب، لأن أنا بتعامل مع نفسي بطريقة تمنع عنها هذا الاحتياج اللي هو القيمة والحب والقبول. لازم أقبل نفسي زي ما هي، زي ما ربنا خلقها، كل مواصفاتها. بس القبول ده ما يعنيش إن ما اتغيرش، لكن أقبل إن أنا كإنسان ينفع أنمو، ينفع أكبر، ينفع أنضج، ينفع أتغير، ينفع أبقى أكثر روحانية وأكثر خبرة. هشتغل على نفسي عشان أنمي حياتي عقليا، نفسيا، اجتماعيا، روحيا، مهاريا، من كل الجوانب، لأن ده هيساعدني على تسديد يعني شعوري بالإنجاز وشعوري بالقيمة وشعوري بالانتماء وشعوري بهويتي أنا الشخصية. دي الفقرة الثانية اللي بناخد فيها أسئلتكم عشان نرد عليها ونجاوبها. في سؤال جاي لنا هنا بيقول، حد بيقول أنا دايما بخاف من الآية اللي بتقول نفسانيون لا روح لهم، فهل ده معناه أني ما نهتمش بالحاجات النفسية؟ لا طبعا، احنا قلنا في البداية الحاجة خلقها ربنا جوانا، والنفس أيضا هي خلقة الله فينا. إذا النفس حاجة جميلة قوي جوانا، واحتياجاتها حاجة محترمة ومقدرة، وهي خليقة إلهية فينا. احتياجاتنا النفسية الصحية السليمة السوية اللي داخل الروح وداخل عمل الروح احتياجات جميلة قوي. طب مين هم بقى النفسانيون الذين لا روح لهم؟ احنا قلنا في ناس بتحركهم الرغبة وليس المبدأ، الرغبة وليس المعنى والقيمة، الرغبة وليس القانون الروحي الأخلاقي اللي ربنا حطه. يعني ببساطة كده الدوافع بتاعتهم دوافع نفسانية بحتة، ملهاش علاقة بربنا أو قوانينه أو الروح القدس. وهنا بتظهر بعض اضطرابات الشخصية. بتلاقوا شخص شكاك قوي، بيتعامل مع الناس من منطلق الناس أعداء، هو متحفز، ما عنديش ثقة في حد، كل كلمة بيقولوها ليها معنى، نواياهم سيئة، هم أعداء، بيعاملهم من منطلق نفسي وهو سوء الظن والشك وعدم الثقة في الآخرين بشكل مطلق. أو شخص تاني يشعر بمبالغة في تعظيم ذاته ويعمل مظهر تعويضي، هو عايز يحس بالقيمة والقدرة، مش عايز ينمو نمو حقيقي. بس إيه المانع؟ يمثل من بره شوية إبداعات كده على الناس، ويتظاهر ويتراءى بشكل البر أو شكل التقوى أو شكل العظمة، أو يبالغ في تعظيم إنجازاته الشخصية، زي الكتبة والفريسيين اللي هم كانوا عايز يظهروا للناس هم أبرار وهم من داخل قبور مبيضة من الخارج. المسيح قال لهم نقي أولا داخل الكأس والصحفة. هم كانوا بيهتموا بالمظهر الخارجي على حساب الأعماق الداخلية. بيصلوا مش عشان علاقة حقيقية مع الله يشبعوا احتياجهم للانتماء لله والحب، لا، بيصلوا عشان يعملوا مظهر قدام الناس أنهم أتقياء ويحصلوا على مديح بالتقوى. فدول نفسانيون. أنا عايز شعور بالعظمة وشعور بانبهار وإعجاب الناس بيا، فبيصلوا فين؟ في الأزقة والشوارع والزوايا عشان ينظرهم الناس. أما أنتم مش كده، هتصلي وتحب ربنا وتنتمي له، تشبع احتياجك للنفسي للانتماء لله، ايوه، عشان الناس يشوفوك يعظموك، لا، عشان اتحد بالله وانصهر فيه وابقى حته من ربنا وابقى متناغم مع المشيئه الالهيه، وابقى حياتي بتنمو وتكبر وشباعي يبقى بطريقه روحيه. فالشخص النفساني هو الشخص المتظاهر، الشخص المرائي اللي بيدور على احتياجات نفسيه يشبعها بشكل وهمي، مش كبران حقيقي، مش نمو حقيقي. كل ما يعمله هو مظهر خارجي بيغطي بيه على الفراغ اللي جوه منه. طب ده بيحصل له بيفضل جائع وغير مشبع وغير مرتوي. المظهر الخارجي مش بيسنده من الداخل، بيزيد جوعه للمظهرية الزيادة. فالنفسانيين دول هم مضطربين في نفسيتهم ومضطربين في شخصياتهم. مش بقول كده كهم شخص وحش، احنا بنتعاطف معاهم في ظروف ربما تكون دفعتهم لكده. احتياجاتنا النفسية نديرها زي ما قلنا، في تحكم، في تأجيل الرغبة، في إيثار وتفضيل لاحتياجات الآخرين وتقديم ليها بشكل متوازن، في قدرة على الحياة الحقيقية. أنا بنمو من الداخل فينعكس على مظهري الخارجي التوازن. لكن أعمل مظهر تعويضي خارجي أو أسلك سلوك تنافسي مع الآخرين، أو سلوك مسيطر، أو سلوك عدواني، أو سلوك انهزامي هروبي وانسحابي عشان تأمين احتياجاتي النفسية بطريقة مش حقيقية ومش بتنضج ومش بتنمي. دول النفسانيون، مش الناس اللي بتشبع نفسيتها بشكل صحي وشكل سوي. مجد لإلهنا إلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين، آمين.